ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كان دايما بيلفت نظري المصريين بعد 5 يونيو لما عرفوا اللي فيها. كواحدة من جيل عيط بالدموع على الماتشات كنت بندهش ازاي ناس اخدت صدمة عاتية زي دي وقفوا على رجليهم تاني، ازاي جات لهم نفس حتى انهم يزاولوا حياتهم العادية وينزلوا اشغال ومدارس وجامعات، ازاي خلال اسابيع استأنفوا المقاومة ما استنوش حتى صفقة سلاح جديدة، وخلال شهور الجيش اللي فقد 85% من عتاده واخد صدمة تفقد 10 جيوش في بعض الثقة نفذ عملية عسكرية فريدة من نوعها. الناس بقت هي اللي تتخانق مع الحكومة علشان نحارب في مظاهرات 68 الارض دي لازم ترجع، ما كشوش حتى لا نتهزم تاني. حتى الفنانين اللي اضطروا انهم يمثلوا بره ما تزللوش ان كتر خيرهم بيشغلونا، ده البلاد اللي راحوها بقت هي اللي بتحتفي بيهم. الناس كانت شديدة عندها عزيمة تدور عليها دلوقتي بين الناس ما تلاقيهاش. طيب ازاي؟ شادية فتحت لي باب باغنية يمو الصابرين اللي غنتها وقت الاستنزاف لشحذ الهمم، ومع ذلك ما بتتكلمش عن الحرب خالص. بتقول من دهبك لبسني العقدة حبيبي، من وردك زين لي مرايتي حبيبي، من قمحك وكلني اللقمة حبيبي، من فجرك فرحني ببكرة حبيبي. فحب الوطن مقترن بالخير، بالحلو اللي عشته فيصبرك على الوحش. فالمصري لحد قبل الهزيمة بيوم واللي انا بسميه مصري 4 يونيو كانت عنده حاجات كتير ادته مناعة هنبدأ مع بعض رحلة في استكشافها. مصر 4 يونيو حقق عبر أجيال انتصارات كتير خلته معتز بمصريته وواثق انه يقدر يحقق المستحيل. الناتج الأبرز للانتصارات دي ان كان عنده أمل ان حياة ابنه من حيث الفرص والمركز الاجتماعي والمادي هتبقى أحسن من حياته، لأنه هو حياته أحسن من أبوه وحياة أبوه كانت أحسن من حياة جده وصولا إلى محمد علي. ده كلام علمي يعد من أهم مقاييس نجاح الدول، اسمه السوشيال موبيليتي، إن كل جيل حياته أحسن من حياة آبائه. وخلوني أضرب مثل بقى حديث الصباح والمساء واللي أعد بإتقان شديد يخليه أقرب للوثيقة التاريخية. في البداية كان في أزهري واحد وحرفيين وتجار ما بيفكوش الخط، ولادهم راحوا مدارس بقوا أفندية، الأوضة بقت شقة، الطبلية بقت سفرة، بناتهم راحوا مدارس، ولادهم راحوا الجامعات، وما بقوش يفرقوا خالص في الثقافة عن قرايبهم الأغنياء. بيطلعوا لقدام كأفراد وكدولة، ما عادتش تكية، بقت في مؤسسات وبرلمان ودستور. ما أنا ما ينفعش أطور الدولة من غير ما أحقق طموحي الشخصي، ولا ينفع يبقى لي طموح شخصي من غير ما أطور الدولة. الاتنين لازم يمشوا مع بعض. التطور ده حصل لأن الدولة كان عندها مشروع واضح، عايزين نتحول من تكية ولي النعم لدولة حديثة مستقلة، وعايزين نتعلم كويس علشان نبقى أهل للاستقلال ده. المذهل في مصر 4 يونيو إنك لما تقرأ لكبار المثقفين سواء كانوا أرستقراطيين زي محمد سلماوي اللي دخل فيكتوريا كوليدج، أو اللي اتعلموا في المدارس الحكومية في أفقر مناطق الصعيد زي الأبنودي، من الدلتا زي يوسف إدريس، ولا حتى من الصنايع زي أحمد زكي، إن كلهم بيوصفوا مدارسهم بنفس الطريقة. كان عندنا نشاط مسرحي موسيقي ونشاط حتى رياضي، فكانت الأولاد بتطلع عندها ذوق. كمان هنا الكاتب الكبير محمد سلماوي بيقول انه قبل في آداب القاهرة وسياسة الجامعة الأمريكية، فقعد يحضر فترة في الاتنين علشان يفاضل، وحسم الاختيار لصالح جامعة القاهرة. يعني جامعة القاهرة ما كانتش أقل من الجامعة الأمريكية. ده كله جه بحرب ضروس، لأن الاحتلال أدرك ان البلد دي فيها نخبة متعلمة هتتعبه، فأحال المدرسين اللي الدولة كانت بعتاهم بعثات للأعمال الإدارية، وخلى التعليم بمصاريف خرافية وبالإنجليزي، لحد ما مصر بقى فيها أمية 90%. لكن الاستثمار اللي عملناه قبلها في الناس هو اللي صد ده. فضلت الناس تعافر وتتظاهر، وفي شباب زي الورد استشهد علشان يبقى عندنا دستور يجبر الدولة تعلم الناس بالمجان. الحكومة مش عايزة تعمل لنا جامعة، نعملها احنا. الأميرة فاطمة هتتبرع بالأرض وكلنا هنكتتب، وبنيناها وانتصرنا. بس فضلت مشكلة، ما كانش في مدارس كفاية بالذات في الأقاليم. فلما جت دولة يوليو صرفت في 15 سنة على بنى المدارس 3 أضعاف اللي اتصرف في 70 سنة بتوع الاحتلال. فكل مدرسة اتبنت كانت انتصار للمصريين، كأنك رفعت العلم على أرض محتلة بالظبط. فالملك فاروق كان بيعزم طلبة الجامعة المتفوقين على الشاي عنده في القصر، وعبد الناصر استقبل وفود مهمة وعقد مؤتمرات سياسية في جامعة القاهرة نظرا لأهمية ما تمثله الجامعة عند الناس. جون بول سارتر زار جامعة القاهرة وحضر عرض مسرحيته الذباب على المسرح القومي، وصرح إن الفنانة سميحة أيوب هي أفضل ممثلة أدت الدور في كل المسارح اللي زارها على مستوى العالم. الفن المصري كان انتصار آخر للمصريين، لأنه كان جزء مهم من مشروع الدولة الحديثة. الوجيه محمد شتا تبرع بميزانية فيلم نشيد الأمل، ودعاية كتير من الأفلام ارتكزت لفكرة إنه الفيلم المصري
اختيارات الطلبة للكليات بتأكد فكرة المشروع. يعني في مرحلة كانت كلية الحقوق في الصدارة لأننا كنا بنبني دولة مؤسسات وبنحارب علشان الاستقلال، فمحتاجين قانونيين ورجال دولة. مع تأسيس بنك مصر حصل توسع في كليات التجارة، ومع زيادة الاتجاه للتصنيع تضاعفت أعداد طلبة الهندسة من حوالي 6000 سنة 55 لأكثر من 17000 سنة 65. لذلك تلاقي البطل في أفلام كتير كان مهندس. الأمل، فكرة إن بكرة أحسن من النهاردة. سيدنا علي بن أبي طالب ليه مقولة جميلة: أنا رجل أحيا بالأمل، إن تحقق ففضل من الله، وإن لم يتحقق فقد عشت به دهرا. حتى لو ما تحققش، مجرد وجوده بيدي للحياة معنى. مصر 4 يونيو ما كانش يعرف موائد الرحمن، حتى وهو بيعمل خير كان صاحب مشروع. زمان قوي كان الأثرياء بيبنوا مستشفيات ويرعوا الفقراء، وكمان كانوا بيبنوا مدارس لأن الاحتلال كان بيحارب ده زي ما قلنا. وأشهر مثل على ده كان جمعية المساعي المشكورة في المنوفية، وكمان كان في تبرعات لإصدار الصحف إنتاج الأفلام إيمانا بأهمية الثقافة. بعد 52 الدولة أحكمت قبضتها على العمل الأهلي، وإن كان لأسباب سياسية طبعا، بس الناس ما شافتش الدولة بتمدلهم إيديها علشان يأكلوا ويعالجوا ويوصلوا مية، لا، دولة متكفلة بكل شؤونهم، وعملت للمحتاجين مشاريع. الرائدات الريفيات والأسر المنتجة ما يشحتوش، يشتغلوا ويكسبوا. عمر المصري ما اتجمعت له تبرعات ولا ترصص في الشوارع بس علشان ياكل. أيا كانت ظروفه كان مرفوع الرأس وعنده أمل. عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس. سنة 62 فؤاد المهندس اتخانق مع صباح خناقة بتسمع في بيوتنا كل رمضان إن كل الأصناف اللي عاملاها له مش كفاية. الفن ابن بيئته، فالمصري العادي كانت سفرته محترمة، والسفرة المحترمة مؤشر ان حاجات كتير تمام. الناس لما كانت بتجامل بيجعلوا عامر ما كانتش تقصد الاكل، عامر بسعة الرزق، بآباء شايلين ومحملين، بلمة اهل ما سحلتهمش المشاغل ولا فرقتهم الغربة. باختصار جودة الحياة. لما تقارن الاسعار بما في ذلك الرفاهيات بمرتبه اللي في المتوسط كان في الغالب 20-25، تحس ان الشخص ده كان مرتاح. حتى الجواز والعربيات كلها كانت تتقضى بتحويشة بجمعية. الUS News and World Report عملت استبيان لجودة الحياة على مستوى العالم استنادا ل9 معايير أغلبهم توفر لمصر 4 يونيو. الشغل الكويس موجود، الأمان المادي موجود، التعليم موجود ونص، النظام الصحي معقول، العدالة الاقتصادية موجود، عيلة مترابطة موجود، الأمان، معدل جريمة منخفض، وعسكري دورية زعقته بتحسس الكل إن الدنيا مش سايبة. ده اللي خلى الست شادية في نفس السنة تكتب بعد زيارة لليابان إن دول شعب ما بيحترمش الستات. كنا باصين لليابان من فوق، لأن الذوق والتحضر والشياكة ما بيجوش بالشعارات، بيجوا بكل اللي فات ده: مشروع دولة، تعليم، شغل كويس، عيشة مرتاحة، وفوقهم قانون صح. مصر 4 يونيو كان بينعم بما يسمى علميا بالسوشيال كوهيجن، مجتمع شبه بعضه. كانت الإعلانات بتبروز فكرة متاح للجميع مش اكسكلوسيف. الناس كانت تشبه بعضها في كل تفاصيل الحياة: الذوق، الفسح، الأفراح والأحزان. ده خلق أجمل أشكال الأمان. الناس كانت بتحب بعضها. سنة 67 اتخرج أحمد زويل من جامعة اسكندرية. اعتمد الشيخ النقشبندي بالإذاعة. ظهر الممثل الشاب أحمد زكي في فرق المهجرين من القناة. سنة 67 ده كان بروشور سينما طنطا. وزيارة سارتر لمصر واللي استمرت شهر كامل كانت سنة 67. مصر 4 يونيو طرد الاحتلال. ما كانش عنده تعليم بقى عنده تعليم، ما كانتش عنده صناعة بقى عنده صناعة، الستات اتعلمت، خلق طبقة متوسطة. السؤال: ايه هو الانتصار اللي حققه المجتمع المصري في اخر 50 سنة باستثناء ماتشات الكورة؟ فيلم شيء في حياتي للست فاتن حمامة. البطل بيسافر برا مصر، والفنانة ملك الجمل بتتكلم بمنتهى الغيظ. انا مش قادرة افهم الناس اللي بتسيب بلدها دي. هيلاقي احسن من مصر فين؟ والله لا اسيب بلدي ولا الناس اللي عشت وسطيهم. الواحدة مننا زي الشجرة ثابتة في الارض. المفارقة ان الفيلم عرض في يناير 67 قبل الكارثة بشهور، فالشعب اللي ما يتخيلش حياته بره بلده طبيعي يعبر بيها اي كارثة. مشروع الدولة الحديثة وقف لاننا استبدلنا ولي النعم بولي نعم مودرن، وده اللي وصلنا للهزيمة العسكرية. لكن لان المصري على مدى عشرات السنين تم الاستثمار في علامه واكله وصحته وسعادته ما اتكسرش، لان اي هزيمة مقدور عليها الا هزيمة الانسان نفسه. من ذهبك لبستني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي،
من قمحك وكلني اللقمة حبيبي. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. من قصصك غنالي حكايتي حبيبي، من وردك زوق لي مرايتي حبيبي، من غصنك غزل لي ثوبي حبيبي، من أملك سطر مكتوبي حبيبي. مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. من خيرك ميل واداني حبيبي، حبك علمني إيماني حبيبي، من أرضك أهداني زهرة حبيبي، من فجرك فرحني بكرة حبيبي. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا.